أبطل خيال نادين جيم في مسلسل، وأخيرا ومتابعون يشككون. شكك العديد من متابعي المسلسل أخيرا مقتل الشخصية الرئيسية في العمل خيال، والتي تؤدي دورها النجمة اللبنانية نادين جيم خلال أحداث الحلقة الثامنة. وبدأت خيال نادين جيم مقتولة على أيدي العصابة التي اختطفتها بسبب محاولتها المتكررة للهروب، والتي أدت لكشف هوية الطبيب المتواجد في مكان الخطف. وتبين من خلال أحداث الحلقة التاسعة من العمل الدرامي بأن النقيب رضوان، والذي أدى دور الممثل سعد سرحان، أحد أهم أعضاء العصابة، والذي حاول عرقلة الأمور أكثر من مرة خلال أحداث الحلقات الأولى أثناء محاولة ياقوت الذي يقوم بدور النجم السوري قصي خولي التوصل لقاتل شقيقته وخاطف زوجته خيال. وتمكن ياقوت من كشف هوية الطبيب وحيد بمساعدة خيال أثناء هروبها من مكان الاختطاف، حيث استقلت عربية الطبيب المسؤول عن العمليات الغير مشروعة في المكان. وأثناء طريقها للهروب وجدت خيال داخل السيارة هاتفا محمولا وهوية الطبيب لا تسارع بالاتصال بياقوت مستنجدة به، وحاولت أن تعطي له دلائل على المكان المحيط بها بصعوبة بسبب طبيعة المنطقة الجبلية. واستمرت خيال في الهرولة بسيارة أكثر سرعتها، ويلاحقها شفيق أحد أفراد العصابة، وقبل أن يتمكنوا من الإمساك بها ألقت بمحفظة الطبيب وحيد بأحد الأماكن، وأخبرته عن اسم المكان الذي يحمل لافتة مهترئة حتى يستطيع ياقوت البحث عنه والوصول إلى ذلك الوقر الغامض عن طريقه. وعقب توصل ياقوت لهوية الطبيب، أمر النقيب رضوان رئيس العصابة أبو الدهب بالإفراج عن البنات اللواتي اختطفن إلى جانب خيال، إلا أن مديرة العصابة حديب أمرت بقتل خيال. وفسر البعض أن العصابة قررت عدم الاستغناء عن خيال لمهارتها الكبيرة وذكائها. وكتبت متابعة للعمل عبر حسابها على موقع تويتر: لما الرئيس كان لازم يقوص خيال تراجع وقال لها ضيعناكي، ونظرته للصورة واضح انه براسه شيك كاليلي عملوه ليوهموا البنات انه خيال ماتت وتشتغل معهم، يعني خيالنا راح تروح بمهمات مافيا، وراح نشوفها بمشاهد اكشن الحلقات الجاية.